جوكر 2 هو الجزء الثاني من فيلم جوكر اللي نزل 2019، والفيلم بيتكلم عن ارثر فليك بعد سنتين من احداث الفيلم الاول وهو في السجن وبيستعد للمحاكمه اللي بيقودها هارفي دينت ضده. وفي الوقت ده بيتعرف على هارلي كوين اللي بتعمل دورها ليدي جاجا في المصحه النفسيه اللي بيدخلها كمان بجانب وجوده في السجن. فهنشوف ايه اللي بيحصل له في حياته، وهل الفيلم معانا دلوقتي يستاهل يتشاف ولا لا. الفيلم بطولة خواكين فينيكس، ليدي جاجا، وظهور مفاجئ لبرندن جليسون. برندن جليسون كان موجود من سنتين مترشح اوسكار عن فيلم بانشيز اوف انيشيرن. ومعانا في الاخراج تود فيليبس اللي اخرج الفيلم الاولاني. كتاب الفيلم هم سكوت سيلفر وبوب كين وتود فيليبس المخرج، هو من كتاب الثلاثه بتوع الفيلم. والفيلم مم. اسمه فوليا دو. فوليا دو دي اللي هو جنون اتنين او مادنس اوف تو، هي جمله زي سلانج كده، جمله فرنسويه شهيره معناها اما مم. اتنين مختلين بيحبوا بعض. وموسيقى لهيلدور جودناتر، ده الراجل توت اللي اخذ توت الاوسكار توت عن فيلم فيليبس ما جوكر خدش. الاولاني. الفيلم دلوقتي موجود في السينما اللي عايز يخشه. قبل اي حاجه هو لازم نوضح ونقول ان ده فيلم ميوزيكال، ما هواش فيلم شبه الجزء الاول. يعني لو انت داخل تتفرج على الفيلم ومستني حاجه شبه الجزء الاول، مستني فيلم درامي، هو لو انت ممكن مش من هواة الفيلم الميوزيكال الفيلم ده مش هيعجبك. هو ممكن نقول الاختلاف بينهم من فيلم في اختلاف كبير بين الفيلمين. الفيلم الاولاني كان فيلم دراسه شخصيه، كاركتر ستادي مع دراما. الفيلم ده كان بيدور حوالين ثلاث حاجات: فيلم رومانسي قصه حب بين اتنين وفي اطار ميوزيكال، وفي بعض من الدراما. في النص الاول من الفيلم كانت دراما سجن، في النص الثاني في الفيلم تحول لدراما محاكم. انا الفيلم عجبني، يعني عارف ان في ناس كتيره نافره من الفيلم، بس النفور ده الحقيقه ما كانش عندي خالص. اكيد 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 مش في مستوى الجزء الاول ده بكل تاكيد، بس ما اقدرش اقول عليه فيلم سيء، لان الفيلم فيه حاجات كتيره عجبتني وفي حاجات ما عجبتنيش. انا هقول ان الفيلم ما عجبنيش، مش ما عجبنيش خالص، طلعت من السينما مش مبسوط. في حاجات طبعا جيده فيه، بس بتقابل كده الحاجات الجيده والسيئه، لا الحاجات السيئه اكتر. قصه، انت ايه اللي عجبك في القصه؟ انا اللي عجبني في القصه ان احنا دخلنا في دماغ ارثر فليك اكتر واكتر. يعني يمكن الجزء الاول كان انا بحكي ايه اللي بيحصل حوالين ارثر فليك، ايه الحاجات اللي دفعته اللي هو يعني يتحول من ارثر فليك للجوكر زي ما شفنا. لكن انا طول الفيلم ده انا قاعد جوه دماغه، ماليش دعوه ايه اللي بيحصل في العالم من حواليه، كل حاجه عندي هي بتحصل جوه دماغه. فده كان عاجبني قوي، اللي احنا قد ايه غصنا جوه دماغ شخصيه مكلكعه ومعقده شبه الشخصيه دي. عاجبني قوي الطابع الرومانسي، وانا كان عاجبني الرومانسيه جدا في الفيلم بسبب ان فعلا مشاهد الرومانسيه كانت حلوه، وبسبب ما كنتش متخيل ان انا اقولها، يعني بسبب ليدي جاجا كمان. انا كان عاجبني جدا ليدي جاجا في الفيلم. اللي عجبه بقى في القصه وما عجبنيش في القصه خالص. احنا خلصنا فيلم الاولاني واحنا عارفين ان هو عنده خيالات، والخيالات دي وتخيلات، وهو هنا في الفيلم قرر قرار واعي تماما ان هو هيبدل التخيلات الستات اللي بيحبها دي لتخيلات اخرى غنائيه. احنا بنشوف الميوزيكال كله في خياله، والاغاني اللي هي كتير قوي، 14 اغنيه. تاني مش كلهم بيتغنوا 3 دقايق 4 دقايق، لا في بيرفورمانسز كامله وفي لقطات 40 50 ثانيه. الاغاني دي كلها في منها الحلو جدا، هما اتنين حلوين، بيرفورمانس معمول في قاعة محكمة وبيرفورمانس سبعيناتي موجودين في التريلر. باقي البرفورمانس كلهم انا بالنسبه لي وحشين. وهو بحس ان تود فيليبس كان قاصد ان هو يعمل ده، ان هو يبين لك ان المواقف اوكورد قوي وهو بيغني، ان في مواقف حقيقيه في الغنى، في مواقف تخيليه في الغنى. كل المواقف حقيقيه في الغنى وحشه. هل انا مش عارف بقى هو قاصد ده عشان يبين لك قد ايه الموضوع محرج او اوكورد ولا كريبي. لا؟ بس هو قصده او مش قصده واقعه سيء. اغلب اوكي. الغنى بلا داعي، وانت عايز تحط جزء من الجديه فتخليه ميوزيكال مش راكبه. لذلك بقى ده جه على ايه؟ جه عن الدراما وحشه، الدراما وحشه جدا. هو الدراما وحشه ده بكل الدراما وحشه تاكيد، بس جدا. انا ما عنديش مشكله اللي هو يكون عايز يجدد على الجنر بتاعت الميوزيكال. يعني ما عنديش مشكله اللي هو بيحاول اللي هو يعمل حاجه جديده زي ما انت ما عنديش بتقول ما مشكله، ما حدش هقول عمل لك دي. الواقع فدي عليا ما بقى ايه في عنديش مشكله الاخر. فيها. انا الواقع عليا كان سيء. تحس ان دراما الفيلم مش هي دي الاساس اللي احنا عايزين عليه نبص على الفيلم. احنا عايزين نبص على حته تانية، انا ابص الفكره الجديده اللي عايز اعملها. لكن بقى الاساس بتاع شخصيه ارثر فليك، باي ذا واي، انت مخلي طول الفيلم هو انا مش جوكر زي الاولاني، انا ارثر فليك، انا هتكلم في شخصيته هو. مش شايف ده. امم. ما انت اصلا مش حاطه اولويه. طب ازاي انا هشوفه؟ التمثيل انت ايه رايك فيه؟ انا شايف ليدي جاجا تفوقت على جوكين فينيكس في الجزء ده. انا ما كنتش متوقع ان انا اقول جمله شبه دي، بس انا كنت مبسوط جدا بليدي جاجا جدا. يمكن عشان توقعاتي منها كانت قليله، انا شايف اللي هي فعلا عملت دورها كويس جدا جدا، لان وفي مشاهد كانت بتشاركوا الشاشه هي كانت احسن منه. مع ان هي دورها مش كبير. هي دورها مش كبير بس هي المحرك.
اول حاجه هي كانت مسيطره على المشهد، تاني حاجه لا، في حاجات حتت كتير جدا هي اداءها كان احسن من جواكين فينيكس، ودي حاجه كبيره. جواكين فينيكس انا عندي راي انه ما كانش وحش صراحه، حق الله كانش يعني. وحش يعني انا مشاكلي خالص. كلها مع الفيلم اصلا هي في القصه وفي الاخراج، لكن في التمثيل أنا كانش ما عنديش وحش. مشكله مع اي حد. ليدي جاجا كانت كان عندي كويسه. مشكله مع هارفي دنت ان هو وما خدش دور اصلا، مش دور اصلا. تو ما... يا كيوت مش قوي، تو ماتش كانك جايب لي برضه. هاري ستايلز من يعمل من هارفي الحاجات دنت. المحطوطه في الخلفيه، في ما هو الخلفيه. اصلا هو الفيلم يعتبر فيلم هما الاثنين. ما هما الاثنين، بس في دور زي بريندن جليسون لا، دور كبير. هارفي دينت انا ما توقعت ان هو هيبقى دور اكبر من كده، لا هو دور مش. هو عامل زي دور مثلا رامي مالك في اوبنهايمر، واحد بيقول له جملتين ثلاثه وخلاص. يعني انا مش هقول متيقن ان خواكين فينيكس مش هترشح على الاوسكار رغم ان الاداء كويس، بس مش هترشح. ليدي جاجا عندها فرصه ان هي تترشح. الإخراج عندنا تود فيليبس برضه هو مخرج الجزء الأول. سينماتوجرافي عالمية عالمية، كل لقطة في الفيلم تحسها مرسومة كده بلوحة زيت. اختيار الألوان مش طبيعي. الساوند تراكس وهي بتخش في جوه المشاهد، تخش في أوقات صح جدا، وبيعرف إمتى يستدعي المزيكا، الروح المزيكا بتاع الجزء الأول، بيعرف إمتى يجدد الجديد بتاع الجزء ده. طبعا حته ان الممثلين بتوع الرئيسيين هم مطلعين اداء كويس، طبعا دي تنسب للاخراج. لكن مشكلتي الكبيره مع الاخراج في الفيلم هي مشكله ايقاع. انت دايما بتحاول تطلع بيا تطلع بيا تطلع بيا، واول ما توصل للحظه اللي المفروض يبقى فيها الانفجار، اول ما بتيجي بقى اللحظه اللي انت هتزقهم دي عشان الاحداث تحصل، بتروح داخل باغنيه. كاني خدت يعني، انا كان جسمي سخن كده، رحت انت نازل عليا بدش ساعه، فدي كانت مزعجه قوي. هي مشكلة واحدة لكنها مشكلة كبيرة لأنها بتتكرر كل شوية. في حبه بس مقدمات هقولها قبل اخراج الفيلم ده 4 مرات ميزانيه الفيلم الاولاني، في رايي الشخصي لا يقارن بالفيلم الاولاني. فنيجي نسال سؤال، هو ايه مبرر الفيلم ده يتعمل؟ هل الفيلم ده ليه مبرر؟ طبعا ليه مبرر. مبرر تجاري، احنا بنتكلم لغايه شهرين فاتوا هو كان اعلى فيلم ار ريتد جاب ايرادات في التاريخ. الفيلم طبعا. الاولاني نهى نهايه تسمح جدا بوجود جزء تاني، يعني الجوكر قصه غنيه للغايه. هل الشخصيه بتاعتنا اتطورت؟ الاجابه هي لا. يعني الشخصيه عن الجزء الاول لم تتطور على الاطلاق. الفيلم ساعتين وتلت، في 14 اغنيه، المفروض في احداث. لا ده وهم كمان تحس ان هم فيلمين منعزلين عن بعض. يعني اما الناس عايزه تفهم ازاي تعمل فيلم سجن ومحاكم، هناك فيلم اسمه ان ذا نيم اوف ذا فاذر لدانيال دي لويس 1992، ده مدرسه ازاي تعمل فيلم سجن ومحاكم. بصوا على الفيلمين وازاي ده عمل انتقال سلس من السجن للمحكمه، كانهم هما الاثنين متعشقين مع بعض. وشوف الفيلم ده وهو ازاي تحس ان هو حتت بلوكات كده، بلوكات، تحس ان ده فيلمين ما لهمش علاقه ببعض. العلاقه الوحيده ان في اغاني، اغاني كتير بلا لازمه، وتحس ان هي مش مقحمه جدا. انا ما اعرفش المحطوط علينا ليه. لا، ما أنا مش الاغنيه فاكر. لو اتشالت بص القصه تختل. وأنا قاعد بتفرج أنا كنت مركز في كلام الأغاني، كان كلام الأغاني بيقول حاجة، بس أنا دلوقتي مش فاكر منهم ولا حاجة. ما اصلا سيبك من الفيلم ده، هيتنسى كمان يومين. جيب لي اغنيه لو شلتها لا الفيلم القصه بتاعته تختل تاني. في أصل هو اغنيتين صعب حلوين. الفيلم كله يتبنى على أغنية، هي دايما بتبقى أغنية بتعبر عن ايوه. موقف أو حالة. ما فاهم؟ المواقف دي كلها ده عكس افلام الميوزيكال. افلام الميوزيكال اما تعمل لا لا لاند، اما تعمل مونير روج، اما تعمل شيكاغو، الفيلم قائم على حاجه، الاغاني دي بتكمل جزء في القصه. فيلم لا لا لاند مدرسه ليه في الحته دي. اغنيه Another Day of Sun و Someone in the Crowd دول بلوت كامل، ده بدل الحوار مم. عملنا ده. جينا بقى مم. فوز لايك هو دريمز، بدل الحوار عملنا ده. شيكاغو زيه، مونير روج زيه. احنا بنعمل كده في الميوزيكال عشان نبدل شيء بشيء. انا مش شايف ده هنا. ولو حتى موجود هيبقى موجود مره واتنين، مش باقي الفيلم كده. وفي حاجات كويسه، تمثيل كويس، كويسه في الاخراج، بعض اللقطات الحلوه في السينماتوجرافي، استخدام الموسيقى كويس ساعات ومش كويس ساعات. في بعض لقطات المحاكم معموله كويس، في بعض الكلوزات اللي بيعملها وهو بيتكلم. يعني عندي لقطه برضو هتكتب على جناني، بس هو بيعمل حوار مع احد ما في التلفزيون، كنا ماشيين برتم عظيم لغايه ما دخلنا اغنيه ليه ما تفهمش. ده اللي معصبني، ان الاغاني لا تضيف شيء الى الفيلم. اغلب الاغاني، مش كل الاغاني، اغلب الاغاني. هي عددها وعددها كتير. كتير، عددها عددها كتير، كتير. ما بتضيفش يعني هي شيء. محتاج تنزل النص. محتاج نبتدي تنزل نتكلم بقى النص. ان الفيلم ده يتحط في حته تعالى نشوف، لكن ده كتير. انا كل شويه ما اطلع معاك تفصلني. ايوه، هي دي انا كل ما ابقى مستني ان في حاجه تحصل تبقى البومينج، انت بتروحش. لا، بومينج ايه؟ تعالى بقى في اغنيه. في حاجه كمان في اللغه، انت بتتكلم في لغه الفيلم وهو بيتكلم. الفيلم كان بيحاول يخاطب جنريشن زد بطريقه اللي هو ايه، انت بتحس في حتت في الاستعراضات هو كان الفيلم عاملها على انها ريل، يعني هتتاخد زي ما هي تتحط ريل على الانستجرام بنفس طريقه التصوير بالمزيكا اللي ماشيه مع الحركه. فدي حلوه، اللي هو عارف هو بيخاطب مين، فهو عايز يحبب الجيل الصغير ده لو هيتفرج على الفيلم، بس ما اعتقدش ده هيحصل. فانا مقدر جدا المحاولات اللي هو
كان بيعملها. احنا عشان كده بنتكلم على الفيلم بمنتهى الجديه، بس هو في حاجات كتيره خيشت منه، وفي حاجات انا شايف اللي هو اصاب فيها. انا شايف ان فيلم جوكر فوليا دول الجزء الثاني فيلم محبط للامال. فيلم مش سيء تاني، هو مش فيلم سيء مم. لكنه ليس فيلم جيد. فيلم مميز. في مشاكل عديده في الايقاع، مشاكل كتيرة في كثرة عدد الأغاني، مشاكل كبيرة أنا في رأيي الشخصي في دراما الشخصية نفسها، إن بقت الشخصية بقت مختلفة تماما عن شخصية الجزء الأولاني من النقطة اللي إحنا بدأنا فيها ووصلنا إليها. وفيلم بلا أي نقطة كلايماكس في رأيي الشخصي أيضا. أنا كنت حابب أوي الجزء الأولاني، لكن أنا طالع من السينما من الجزء الثاني لا لا. ودي عادة توت فيليبس، يعني الراجل اللي عمل هانج اوفر 1 و 2 و 3 امم عمل جوكر تعرفش 1 وعمل جوكر 2. تعرفش تتوقعه. يعني مش هقول اللي انت قلته، بس انا هقول اهم حاجه يا جماعه، ان انتوا تبقوا عارفين انتوا داخلين بتتفرجوا على ايه، عشان كان في ناس كتيره معايا في القاعه كانت بتشتكي هو ايه كله اغاني. هو كله اغاني لان هو فيلم ميوزيكال. لو انت داخل مستني نفس الوجبه اللي انت خدتها في الفيلم الاول فمش هتلاقيها. لو انت من هواة النوع ده خش، هيعجبك مش هيعجبك، بس انت هتبقى قاعد متقبل او قاعد بتتفرج. لو انت مش من هواة النوع ده ما تخشش. مش تقييمك كام؟ 7. 7. اوكي، انت 7 7 من من 10. 10 انا 5.5 من 10. ده تقييمنا. عايزين نشوف آراءكم، اختلفتوا اتفقتوا. احنا مختلفين شوية في الرأي، عايزين نسمع آراءكم وانتوا شايفين الفيلم ايه. في فقرة حرق، هنحط تحتيها كده علامة نار شطة كده، عايز تكمل تتفرج عليها قشطة. لو انت مش شفتش فيلم قفل عند النقطة اللي بعديها دي، اللي جاي دلوقتي فقرة حرق. بص يا جماعة، اسم الفيلم فليادو، يعني جوكر فليادو ده لما بتسرش عنه بيقول لك مادنس شيرد باي تو، جنان او جنون يتشاركوا اثنين. انا كان ليا تفسير الصراحة، ان هو وجهك او ضللك ان الاثنين المقصودين دول هما الجوكر وهارلي كوين. لكن انا مش عارف، ده اللي انا انا فاهم، انا فاهم قصدك استشفيته ايه. يعني، ان هو الجوكر وارثر فليك. انا عندي اعتقاد او عندي تفسير ان الفيلمين دول ما حصلوش. الفيلمين دول احنا ما عندناش حقيقة وخيال، الفيلمين بيدوروا جوه دماغ ارثر فليك، وفي حاجات كتيرة اترمت في الفيلمين ممكن يقولوا لنا ان ده صح بشكل او بشكل اخر. ان اول حاجة الجوكر متسمي الجوكر في الكوميكس، وهو بيزد اون كوميك بوكس زي ما انت بتقول. بوب كين كان في فريق الكتابة. الجوكر في الكوميك بوكس مش متسمي، ملوش اسم، محدش يعرف اسم الجوكر. من الحاجات اللي كانت مضايقاني ايه لازمة الدخلة دي، الدخلة الانيميشن دي. لكن اما وصلت لنهاية الفيلم، انا اما الفيلم خلص قعدت شوية كده وبعدين يعني رجعت الفيلم في دماغي. لا، الانيميشن بتاع الفيلم ده بتاع البداية لا ميك سنس. ميك سنس ان الخيال اللي كان بيطارده ده، ان اصلا اوريدي في جوكر، وارثر فليك معجب بيه، عايز يبقى زيه، بيتمنى ياخد الاهتمام والاتنشن اللي هو ما خدوش في حياته. فعشان كده اختلق في دماغه ان هو الجوكر، وهو اللي فجر، وهو اللي قتل، وهو اللي عمل، وهو اللي الناس بقت واخداه كاريزما، وهو اللي الناس بقت واخداه فيجر. فكل ده بيدور في دماغه. ايه اللي بيدعم تاني الكلام ده في الفيلم؟ ان في الجزء الاول كان في صوره منتشره بشكل كبير جدا على الانترنت، حتى توت فيليبس ما رضاش يعلق عليها، وهي ان هو دايما ارثر فليك كان دايما بيروح للدكتوره النفسيه في اوقات مختلفه، دايما الساعه وراه ثابته، دايما الساعه وراه ثابته. فده يقول لك ان ما فيش احداث حصلت اصلا. ده يمكن الفيلمين دول، ال4 ساعات ونص دول، هم 5 دقايق في عقله. تتخيل او تستشف ان مش ضروري ان الفيلمين دول كان فيهم اصلا حقيقة. احنا دايما الفيلم بيتحكم من وجهة نظر ارثر، احنا ما عندناش شخصية تانية تكون هي مرايتنا او عينينا. مثال شاتر ايلاند، احنا كان عندنا الشخصيات اللي حوالين ليوناردو دي كابريو هي عينينا على الحقيقة. هنا الفيلم كله بيدور من ارثر فليك. يعني طبيعي جدا او وارد جدا ان كل الشخصيات اللي انت شفتها دي هي صنع دماغه، ملهاش اصلا وجود. انا حسيت ان اصلا ارشر فليك من صغره وهو في المصحة، لان في حتة لما قال ان امه وهو عنده 7 سنين لما كانت بتضحك، يعني كانت بتطيب بخاطره انت ليه بيجي لك الضحك والكلام ده وكده، وفسرت له تفسير يعني عشان ما يبقاش قاسي على طفل. ليه ما يكونش هو اصلا من وهو عنده 7 سنين هو فعلا عمره ما ساب المصحة بتاعت اركهام دي. جوه فعشان عقله. كده منطقي ان الفيلم يكون ميوزيكال، لان هو كان دايما عايز يكون ستاند اب كوميديان، فطبيعي ان طريقة تعبيره تكون بالميوزيكال. هنرجع نوصل لحاجة تانية. بما انه كل حصل حاجة حصلت جوه دماغه، ليه جوكر عايز يقتله الحقيقي بقى؟ كأنه جيم اوف ثرونز، يعني صراع على مين يكون الجوكر، فهو قتل الجوكر عشان هو يحل مكانه. وعمل بس انا السكار في وشه والجو ده. بس انا كان تحليلي ان اللي قتله ده هو اوريدي ده جوكر، ايوه، ما انا ده وده انا انا وده لا، مجرد ارسل. انا مقتنع في الاخر ان هو حاجه من اتنين. اللي قتله ده هو اصلا الجوكر، وبعد ما قتل اللي بيدعي ان هو الجوكر
راح عمل السكار اللي في وشه دي المشهور بيها الجوكر. مم. يا اما هو واحد شايف ان بعد المحاكمه واللي قاله جوكر في المحاكمه هو لا يستحق هذا اللقب، انا اللي استحقه، مم. فعشان كده انا هقتلك وهعمل بقى شكل الجوكر الحقيقي بالجنون بقى بتاعه، بان ما حدش عارف تاريخه، ما حدش عارف ماضيه. ردي عليها ان هو ارثر فليك كان ماشي مع السجان في اخر المشهد، وبعد كده السجان اختفى وما رجعش وما ما ظهرش وما سمعش رجعش. اي حاجه. اصلا ما كانش فيه سجان. يعني اللي انا فهمته ان اصلا ما كانش فيه سجان. ما ده ما كل ده في مخيلته، ليه الجوكر عايز يقتله؟ ما دي مشكله التفسير الاولاني. ما هي دي مش متفسره، دي مش متبرره ما انا بقول يعني. لك التانية دي مش مبرره لانها شويه. اخر مشهد في الفيلم. اه م. لكن التفسير الاولاني رغم كل اللي انت قلته هو مشكلته الاساسيه في التفسير الاولاني. طب خلاص احنا قلنا ان هو كل ده متخيله، ليه هيقتله؟ فعشان كده أنا بميل اكتر لايه؟ ان احنا بنلعب ما بين الخيال والحقيقه. احنا حبه خيال، جزء كبير من حياته خيال، لكن هو فعلا قتل. لكن بقى اللي م. حصل في الجزء الثاني هو ما حصلش كل اللي هو متخيله في دماغه ده بالحاله الانفيمس، حصل شيء شبيه لده او اقل منه وقت شويه. فالجوكر حقيقي لا بيجي يقول له لا لا انا هقتلك، وهنا هيبقى فيه مبرر. حاجه من اتنين بقى، المبرر اللي بقول لك ان هو هيقتله عشان ياخد مكان، هو شايف ان هو يستحق المكان بعد ما اتعرف في المحكمه ان هو مش جوكر، او هو زي ما قال له النكته انا سايكوباث، شاف كلاون، فهو اه، ده قال اصلا له نفس واحد. النكته اللي قالها قبل ما يقتل روبرت اه دينيرو في راح هو الفيلم قال له الاول. ايه، راح قال له طب تعالى بقى، انا بقى ما كنتش جوكر وهبقى جوكر من النقطه دي، من اللحظه دي. ما انا شايف عشان كده انا مقتنع اكتر ان هو ديستورشن، احنا عندنا ما بين ده وده. ما ايوه، ما بين ده وده، ما انا مش بقى ما كله خيال، عنديش بقى ما عنديش بقى اللي مش يقول لي ان كله مش الحته دي كله بالذات خيال. حقيقه. مش ضامن اي مشهد في الاربع في الفيلمين يقول لي ان دي حقيقه. انا اللي خلاني مش مقتنع ان كله خيال هو مشهد النهايه. ايه الدافع ان اه، ده هيقتله؟ هو في دافع خلى ده يقتله، هو دافع من اتنين هو مش تالت. ففي حاجه حصلت بس حقيقيه حصلت. المشكله برضو اصل مش شرط يكون عنده دافع. اصل ده برضو انت بتتكلم في الاول وفي الاخر عن ده شخص مريض. ما ده شخص مريض، بس احنا كان جايب لك اكتر من مشهد هو بيبص عليه في التلفزيون، اه، بيبص عليه معجب بيه. معجب مم. يعني شيء، لا في حاجه حصلت، في شيء حصل معجب في بحاجه، الحقيقه. بلاش معجب بيه، هو مش معجب معجب بيه، هو معجب بحاجه. بالحاله. اه. اه، في في حاجه هو شيء في معجب بيها. الحقيقه حصل. عشان كده بقول لك انا شايف انا ضد ليه ان كله خيال، لا هو في جزء قد خيال وفي جزء يكون حقيقه. قد يكون ارسل فليك بيشاركهم ده. يعني قد يكون ارسل فليك بيعمل استعراضاته دي قدامهم، فهو ألهم الجوكر ده. فمن الزاوية دي انا عشان كده عندي حتة استقبال شوية في الفيلم، ما عنديش نفور منه، اللي هو لا يعني كان عايز يقول حتة ان ستيل انت. ستيل انا مشكلتي مع الفيلم هو في لا لا الفيلم فيه مشكله بتقول وحشه قوي يعني بنت لذينه في رتمه. لا اه، فصيل طبعا يخرب طبعا بيتك، طبعا طبعا. يخرب اه، بيتك فصيل. دي اكيد. هو ده اللي مجنني، ده هو عامل حاجات كتيرة وحاجه حلوة بقى وعامل اسوأ حاجات بقى، كتيرة وحشة. ازاي تخلي محكمه ممله؟ افلام المحكمه ومسلسلات المحكمه دي اثاره بلا حدود. وايه تفسيرك لمشهده بينه وبين ليدي جاجا في الاخر لما قالت له اللي هي هتمشي خلاص وتسيب؟ يعني اعتقادي دي الجزء اللي انا بقول لك عليه، هو ما بين الحقيقه والخيال، هو ما بين الحقيقه والخيال. انا يعني مقتنع هارلي اصلا انها كوين كانت موجوده. حقيقية. لا لا مش اه. موجوده اصلا. لا انا مقتنع ان هارلي كوين ايفن لو هي موجوده مش بالخيالات اللي هو حاططها في دماغه. او مقتنع ان كل الناس اللي في اركهام موجودين. عشان كده بقول لك هو جزء ما بين الحقيقه والخيال. شوفوا انتوا برضو رأي الناس شاركونا. معانا. اه. الحلقه تبقى شاركونا. طويله سيكه 2 3 4 5. ماشي. ماشي يا صديقي، اشوفكم الاسبوع الجاي يا شباب، باي باي. ان شاء الله.